انا بقى متوقفه عند حاجه تانية. الجمله اللي بيقولها لها كفايه عليكي اني باكلك واشربك، ده حقها عليه. الواحد ما يقولش كده للغريب، ده حقها عليه، مش لمراته. ده حقها عليه. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ليها عندك زي ما انت عايز منها، ليها عندك بالظبط، تاكلها وتشربها وتجيب لها حاجتها ليها كل الكلام ده. مفيش حاجه اسمها مش كفايه ان انا باكلك. بتمن عليها بايه؟ ده المال من ربنا، والرزق ده بتاع ربنا سبحانه ومش وتعالى. جاي لك لوحدك، جاي لك عشانها وعشان الولاد وعشان مش كل كده؟ اللي بتصرف عليهم. وبعدين هي ساعتها بقى هتقول لك طب انا بقى مش هاكله، طب انا مش هعمل له، طب انا مش هجيب له حاجته، طب ما هو ما بياكلنيش، ده كل شويه يقعد يذلني ويقعد يعايرني ويقول لي. طب تفهمه ازاي؟ تفهمه بقى ان ربنا هيحاسبه. ربنا هيحاسب الرجل البخيل. تخيلي ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا حاجه غريبه جدا في الامر ده. يقول لك يعني اجمل دينار واحسن دينار ينفقه الرجل على اهل بيته. ده يعني اجمل صدقه زي ما بيقولوا فعلا على اهل بيته الاول. يعني لو اطعم بره وما اطعمش اهل بيته، اهل ده بيته ذنب. الاول، وبعدين الأول. نفسه، وبعدين الصدقه بره. ولذلك الصدقه على الاهل والاقارب 2، صدقه وصله 2. فما بالك مين يعني احسن لي واكثر صله من الاولاد، من الزوجه، مش كده؟ صح. فانت حضرتك لما تنفق عليها وتاكلها بالمعروف وتقول لها اتفضلي، وكلمه طيبه، والكلمه الطيبه صدقه، وربنا سبحانه وتعالى قال وعاشرهن بالمعروف. دي عشره معروف؟ لا، دي عشره معروف لما يقعد يذلها على كل اكله وكل حاجه بيجيبها لها ما ينفعش.